الإسكندرية. في حب الإسكندرية الجميلة وإلى كل ما هو جميل وأصيل. اسكندرية تاني، اسكندرية تاني، من العشق ياني، والرمل الزعفراني، عالشط الكهرباني. اسكندرية تاني مع أماني أبو السعود. أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة نسترجع فيها ذكرياتنا مع عمل درامي دارت أحداثه على أرض اسكندرية. نتعرف من خلاله على معالم مدينتنا الجميلة، شوارعها، مبانيها، وطبعا شواطئها الساحرة اللي جذبت خيال المؤلفين وكاميرات المخرجين من بدايات السينما في مصر، وكمان في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. أهلا بيكم واسكندرية تاني. الفيلم اللي معانا النهاردة شاطئ الذكريات. الفيلم من إنتاج عام 1955. شاطئ الذكريات مأخوذ عن رواية للكاتب الفرنسي مارسيل بانيول. السيناريو للسيد بدير وعز الدين ذو الفقار، والحوار للسيد بدير، أما الإخراج لعز الدين ذو الفقار. موسيقى الفيلم لأندريا رايدر. صباح الخير يا عم منصور. صباح الخير يا جابر، جيت في وقتك. خير إن شاء الله. شوف حد من رجالتك يتوكل بالسرحة وانت على البيت عدل. أبوك تعبان شوية. أخوك مرسي فين؟ مركبه جاية ورانا، الدفة خلعت منه وتعطل على ما يصلحها. عاود قول للحاج حميد ونزل الطبالي وشوف شغلكم على مرجع. روحوا المرسي خليه يحصلنا على البيت. عارفين تلاقوه فين؟ عارفين يا معلمي. ما نحبوش تروح حتت زي دي يا معلمي. ابعت له بلاميطه صح. بلاميطه لو راح يقعد معاه. روحوا له انتم. يلا يا سيدي. مين؟ أغاني فيلم شاطئ الذكريات كلمات فتحي قورة والألحان لمنير مراد. بيبدأ الفيلم بمشهد ريس المراكب وهو على فراش الموت، وبيوصي ابنه اللي اتكفل بيه بعد وفاة أهله بابنه الحقيقي. بيموت الأب وبيفضل الابن الأول في الشغل لوحده، وبيواصل الابن الحقيقي اللهو وإهمال الشغل في الوقت اللي كان مرتبط فيه ببنت ريس المركب اللي بيهرب منها بعد حملها. بيعرف الأخ الكبير من البنت حكايتها، بيروح لأخوه وبينصحه بالزواج منها، بيرفض وبيصر على الرفض. بيرجع الأخ الأكبر للبلد وبيتجوز البنت وبيتظاهر أمام الناس بأنه زوج سعيد. بتضع مولودها وبتعرف مدى التضحية اللي هو قام بيها. وبعد 7 سنين بيظهر الأخ مرة تانية وبيحاول أنه يتدخل بين الزوجين لدرجة أنه بيخطف ابنه، وبيحصل صراع بينه وبين أخوه. بينتهي بأن راقصة صديقة للأخ الأصغر بتقتله، وبيرجع الوئام والحب للزوجين. سلامتك يابا. جابر، مرسي ما جاش ليه؟ مركبه كانت متأخرة حبتين، زمنه جاي. ربنا يصلح حاله وينور بصيرته. أنا في قلبي حسرة من أفعاله. مرسي مش وحش يابا، بس الشباب له طيشه. وانت مش شباب يا جابر، لكن عقلك يوزن بلد. أنا طلعت يتيم وحسيت بالمسؤولية من صغري. ما تقولش الكلمة دي يا جابر، انت في معزة ابني واغلى شوية. يا ما بصيت لك وبصيت له وتمنيت لو تكون انت ابني اللي من صلبي مش ابني بالرباية. ربنا يمد في عمرك وتشوف مرسي يسر خاطرك ويرضي قلبك. زي ما بتداري عليه معايا عايزك تداري عليه قدام الناس.
محدش غيرك هيصلح حاله ويراعيه يا جابر. لو كان ليا اخي شقيق ما كانش بقى عز عليا من مرسي. تعالى يا مرسي. سلامتك يابا. ده للمعلم منصور. سلامتك يا ريس خالد. شبعنا منها يا منصور. ايدك في ايد اخوك يا مرسي، وانا ايدي معاكم، والريس منصور شاهد. العهد عهد الله، الدنيا تجمعكم والموت وحده يفرق ما بينكم. العمل واحد والباطل كلمة واحد. ماشي ومحتاج لكم سوا النص بالنص. سامع يا مرسي؟ ان قبل مرسي يعني ما قبلش. كفايه ربايتك وحنيتك عليا. مرسي صاحب الكل وكفايه عيشاني من خيره. خلوني اسيب الدنيا وانا راضي عليكم. محدش يعارض وصية ميت. ايدي في ايديكم وعهده عهد الله. لعهدك عهد الله. شاطئ الذكريات بطولة شادية، عماد حمدي، شكري سرحان، عبد الوارث عصر، السيد بدير، توفيق الدقن، أحمد الحداد، رجاء يوسف، زكي إبراهيم، جمالات زايد، وعبد المنعم بسيوني. تم تصوير فيلم شاطئ الذكريات في منطقة أبو ما قير. يطولش بالشكل ده. احنا عارفين ظروفه ايه يا فاطمه. لكن هو عارف ظروف. مش عرفه ان حد هيخطبك من غير ما حد ما يخطب. كان لازم يجي بعد ما وعد. كان لازم يجي. بعد ايه؟ اتكلمي. عايزه تقولي ايه؟ عايزة اموت. عايزة اتاوى واتاوي عاري معاك. عارك؟ انتي مرات اخوك من غير جواز. انتي تعملي كده؟ ما تعذبنيش بكلامك ولومك. خليك انت القلب اللي يعطف ويرحم. هروح لي من غيرك يساعدني ويفك ده. استرني الهي، استر عهرتك. صوني سرك واكتميه لحد ما اجيب مرسي يكتب كتابك. ابوس ايدك. روحي يا فاطمه، اعملي معروف، روحي. أبو قير منطقة سكنية أقصى شرق اسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. كانت أبو قير المحطة الأخيرة من خط قطار أبو قير، وقريب هتبقى إحدى محطات مترو اسكندرية. أبو قير فيها أكتر من شاطئ من أجمل شواطئ اسكندرية، وبتتميز بجودة الأسماك الطازجة الموجودة دايما فيها. فأبو قير في قلعة بتعود لعهد محمد علي باشا. القلعة بنيت على نفس طراز قلعة قايتباي غرب اسكندرية. أبو قير كمان فيها جزيرة نيلسون أو جزيرة جريشة زي ما بيسميها أهالي اسكندرية، على بعد 4 كيلومتر شمال خليج أبو قير، والجزيرة دي مشهورة لهواة الصيد والغطس.
اتسمت باسم القائد الإنجليزي نيلسون اللي انتصر في معركة أبو قير البحرية على قائد أسطول نابليون بونابرت في معركة النيل سنة 1798. في عهد الإسكندر الأكبر كانت جزيرة نيلسون عبارة عن رأس نتوء طويل بيتصل بالأرض اليابسة، وده كان من خلال لسان ضيق جدا، وكانت الجزيرة مليانة بالسكان قبل مجيء الإسكندر الأكبر. ازيك يا مرسي؟ زي ما انت شايف، ما وحشتكش بلدك ولا أهلك ولا زفرتها وحياة عيونك. أنا جاي أخدك يا مرسي. حلوة دي، ضحكتني. ضروري ترجع أبو قير، ولا الذرية ترجعني تاني. واللي في انتظارك هناك وأملها إنك تستر عرضها. هتعمل إيه ما رجعتش؟ خصوصا إن رشاد ابن الحاج محسن راح يخطبها. تعرف خلاصها، أنا لا غفلتها ولا غصبتها، كل شيء كان بكيفها واختيارها. ده شرف بنت وشرف أبوها وسمعة أبوك. خليك في نفسك أنت ومعايا يا مرسي، ما تتعبش روحك، روح لحالك. ما أنا مش هقوم من هنا لو أنت معايا. هتقومني غصب عني؟ أيوة يا مرسي، ما تتغرش بروحك، هتشوف. أحب أشوف، وأنا من زمان عايز أعرف دراع من فينا اللي أكل التاني. ما هي جاتك الفرصة، معزتي ليك هتخليك تعرف مين فينا اللي أول، أنت ولا أنا. بعثة إيطالية من إحدى الجامعات بحثت في جزيرة نيلسون، واكتشفت من خلال البحث 200 قطعة أثرية كبيرة ساهمت بشكل أساسي في فهم حياة وثقافة سكان الجزيرة القدماء. من اكتشافات البعثة متحف الآثار بمكتبة اسكندرية فيه 183 قطعة من القطع الأثرية اللي تم اكتشافها على جزيرة نيلسون، لأن الجزيرة كان فيها كتير من الأواني الخزفية وآثار وجدران قديمة ومباني وقبور منسية وأماكن رائعة. بتستغرق الرحلة للجزيرة من شاطئ أبو قير 45 دقيقة. رحلة بحرية ممتعة، هتحس بأجواءها المثيرة لأنها كانت موطن للفراعنة والإغريق اللي سكنوا وعاشوا فيها قبل بناء الإسكندرية. منصور فين يا جابر؟ منصور فين؟ رد علي، اتكلم. ابني جراله حاجة، عيان وسبته في المركب، اتعور مجروح. لا يا بنتي. امال هو فين؟ قول لي يا عم حميد، قول لي اعمل معروف. ما دايم غير وجه الله يا بنتي، البحر غدار زي ما بيدينا بياخد منا، ربنا يصبرك. ريس جابر، تعرف حق عبد الواحد يشتغل في المباحث. ايه حظ هنعمله ايه يا نص؟ احكي له عن اللي شفناه امبارح بالليل. احكي. مش وقته مش وقته؟ تهمنا من غير ما تفرح بزكاوتي، ده حتى كسر الخاطر حرام. والحكايه كلها كلمتين. قول يا سيدي، ايه حكايتك؟ احكي له انت يا نص. امبارح بالليل انت عوقت بره، خرجنا احنا ندوروا عليك، قابلتنا كارليتا وقفناها. بلاكش كان فيها مين؟ بلاميطه ومرسي، ومعاهم عيل صغير شايلينه وملفلفينه. سألناهم مين اللي معاكوا ده؟ قالوا ده ابن عالدورة عيان ومودينه للحكيم. واحنا من تغفلنا صدقناهم. نصبح لك الصبح نلاقي الواد ابن عالدورة زي القرد وعمال يحدفنا بالطوب. امال مين اللي كان معاه؟ اهو ده الاستكشاف اللي انا استكشفته. تفتكر كان مين؟ ابن مرسي من ليمون الغزية في الحرام، ومحدش داري. ابن مرسي؟ مش عرفك؟ ما هو الواد شاف عبد الواحد ونادى عليه. نادى عليه؟ وافرض انه يبقى ابن مرسي من ليمون الغزية، يبقى عرفك ازاي يا عبد الواحد واحنا لا عمرنا شفناه ولا شافناه؟ فاتتنا دي، عرفنا ازاي يا وخم؟ امال انا هتجنن. الله، انت مش كنت معاه لما نادى عليا؟ ايوه. وسمعت صوته بنفسك؟ ايوه. يبقى صوت مين ده؟ عرفته، ده صوت منصور. منصور؟ ايوه. منصور غرق قدامنا يا نص، ايه اللي هيوديه هناك عندهم؟
مالك مبلمه ملطوعه على الحيط كده ليه؟ اتخضيتي علينا؟ ايوه. تاخرنا يومين لحد الواد ما شد حيله. مش هتوديني لابويا بقى يا عم مرسي؟ ابوك؟ ايوه يا مرسي، ابوه اللي رباه. جابر؟ ابويا عندك انت وهو، اوعى تتحرك. الشيطان الرجيم ما عملش اللي عملته، لكن المره دي مش هسامحك يا مرسي. هعرفك دراع مين فينا اللي ياكل التاني. طب شد حيلك، طول عمري وانا مستني اليوم ده. ابويا. أرق تحيات الزميلة هناء عبد الله من الهندسة الإذاعية. اسكندرية تاني مع أماني أبو السعود. اسكندرية تاني